يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هو عرض بعض القنوات يعني تعرض أفلام للتائبات وهي، فما أدري هل لكم كلمة توجهونها لهذه الشركات والمؤسسات؟ والله أنا أقول ما قلته في بداية التزامي: من دار مسلما داره الله، ومن شاق مسلما شاق الله عليه. ونحتسب عند الله هذا الأمر، لقد تبرأنا منه تماما، فهم بيأخذوا هذا البذر. يعني سبحان الله، يعني نحن نسمع لا نرى الحمد لله ولكن نسمع. يعني هم قادرين يتحملوا وزر ما يفعلوه وأوزارنا احنا كمان إن شاء الله، لأن احنا تبرأنا منها. يعني وأقول قول سيدنا موسى: فعلتها وأنا من الجاهلين. فإن التوب على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الشكر ده ما كانتش على ايد حد، كانت على يد الله. كان كتاب الله. زي ما ذكرت ان انا كنت في اول عمرة في حياتي مع ابي رحمه الله وجعله في روضة من رياض الجنة، امين، وامي وامة المسلمين اجمعين. وسبحان الله هو يعني كان بيعني على تعلم اشياء كثيرة وانا في العمرة، وبدأت قراءة كتاب الله من اوله لاخره في هذه العمرة. وكنت حتى وقتها لسه راجعة انا وزوجي من باريس، وجايبين احدث لبس. وهو يعني سبحان الله، لان يعني ما كانش في دماغي خالص. وكنت بصلي زي الاخت اللي اتكلمت، يعني بصلي حافظة على صلواتي، انما مش فاهمة ان الحجاب والقرآن ده لازم حاجة يومية يعني، وحاجة اساسية في حياة المرأة. لحد ما ربي انار بصيرتي بعد ختم كتاب الله، وكانت بفاتحة الكتاب. كان بعد اخر يعني قبل ما ننزل القاهرة بيومين كنت ختمت كتاب الله. وبعدين يعني عدت الى الفندق انا ووالدي، ووالدي نام وانا لم انم، لاني كنت احس بثقل الدنيا كلها على قلبي وظهري، وكأني مكبلة بأغلال، وكأن ذنوب البشر كلها أنا اللي أحملها فوق ظهري. فكنت في حالة ألم شديد جدا، وقبل ما كانش حاسس بيا أنا فيها إيه، لحد ما سمع صوتي بتألم وبقول كلمة بشدة بألم شديد جدا، وأنا فاكرة إنه هو نايم. فاستيقظ من نومه، قال لي: مالك يا بابا؟ قلت له: ما فيش يا بابا. قال لي: مالك؟ قلت له: مش قادر يا بابا، عايز أروح الحرم دلوقتي. فقال لي: يلا. قلت له: بس حضرتك لسه ما لحقتش انام. قال لي: يلا يا بابا. فقام بسرعة ورحت. وكان سبحان الله في الثلث الأخير من الليل. طبعا في الحاجات دي أنا عرفتها بعدين، يعني اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل إلى السماء الدنيا وكل ألا من سائل فأعطيه، ألا من مستغفر فأغفر له. فأنا رحت وذهبت إلى الحرم، وفي كل مرة والدي معاه كتيب، احنا النساء نأمن وراه وهو يدعو، احنا بنطوف تحية المسجد الحرام. ففي هذا اليوم قلت له: يا بابا ما تقوليش حاجة، انا عايزة اقول اللي في قلبي. انا ما كنتش عارفة ايه اللي هقوله، انا عمري ما اتعلمت دعاء ولا عارفة حاجة غير الفتات اللي كنا بناخده في المدارس يعني. فبدأت، يعني والدي عمل كده،
عشان يخلي لي طريق أصل بيه إلى الحجر الأسود وأقبله. فكان سبحان الله وكأن يعني ممر فتح سبحان الله، فقبلت الحجر، ففي ال7 أشواط أقبل الحجر بسهولة ولا أدعو إلا بدعاء واحد. وسبحان الله دموعي تنهمر كأن يعني بدون صوت يعني. واستشعرت وقتها أن الجمال زائل ونحن في القبر، والمال زائل ونحن في القبر، والصحة زائلة وكل شيء، والجاه والمنصب، ولا يبقى معايا وأنا في قبري إلا قوة إيماني. فالحمد لله لم أدعو إلا بدعاء واحد: اللهم قوي إيماني، قوي إيمان زوجي، أولادي، أبويا، أمي، أهلي. لم أدعو إلا بقوة الإيمان. فكما قلت بعد ما انهيت الدعاء وقف أبي يدعو على باب الملتزم وقال لي صلي ركعتين يا بابا وراء مقام سيدنا إبراهيم. فوقفت أصلي ركعتين، وكانت الهداية بفاتحة الكتاب أرجفتني سبحان الله. يعني قرأت الفاتحة كما لم أقرأها في حياتي، من أول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، أرجفتني وبقيت أبكي بصوت شديد جدا لحد ما خلصت الفاتحة كاملة، وخلصت ركعتين وأنا في حالة بكاء شديد جدا يهتز له جسدي كله، وأنا وكأني مش حاسة أنا فين يعني. بس أنا شفت وكأن الكرة الأرضية دي لعبة في يد الله في هذا الكون، وكأني أنا يعني ذرة على هذه الكرة الأرضية. فاستشعرت بعظمة الله، ورأيت رأي العين كلمة الرحمن وهي تحضن الكون. سبحان الله، هو كانت منا وفضل من الله. وساق لي يا ربي سبحانه وتعالى مطوف كان بيدعو ب2 أخوات سعوديات أنا ما أعرفهمش يعني، بس قريبين مني. فسمعت دعاء لم أسمعه في حياتي، فكنت أؤمن وأنا أبكي، وخرجت من هذا الطواف وأنا متبدلة تماما. والحمد والشكر لله، الحمد والشكر لله، وربنا يثبتنا ويحسن خاتمة. يا رب العالمين. كثير من الناس يعني يريدون أن يتوبوا، لكن يعني يشوفون المسألة صعبة جدا وسط المغريات اللي احنا قاعدين نعيشها في حياتنا. يعني يجدون من المستحيل أن يمشوا على طريق السليم وعلى طريق الحق وطريق الدين وطريق الإيمان. ماذا تقولين لهم؟ والله أنا هقول بعض الناس يعني، أو يمكن يعني القريبين لما كانوا قبل ما يهتدوا من الأهل وكده، كانوا يقولوا لنا انتوا ازاي عايشين، ازاي ما بتنبسطوش. هم مش عارفين السعادة اللي احنا فيها، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالأمر احنا لم نحرم نفسنا إلا مما حرمه الله، يعني كل الطيبات والرزق. يعني احنا بفضل الله بنخرج ونتفسح ونصيف ونأكل طعام طيب وسبحان الله يعني ممكن أشياء تضحكنا وأشياء يعني الأمر لم نحرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، لم تحرم يعني. بس أنا أذكر من يقول هذا يعني إن أقول قول يعني هو آيات الله كثيرة، ولكن أقول قول قس ابن سعيد الأيادي لما قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كان بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه قولا يعني، وقال ولكنه قال أبيات ما أحفظها، فقالها أحد الصحابة قال: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي ولا يبقى من الباقين غابر، أيقنت أني محالة حيث صار القوم صائر. فالأمر من قبل ومن بعد لله، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة جميلة وكل حاجة، لكنها ليست باقية. الباقية هي الحياة الأخرى اللي احنا بنعد أنفسنا ليها، وربنا يجعلنا إن شاء الله من الفائزين فيها. فإذا الإنسان حط في هذا في ذهنه، وعلم أن هذه الحياة التي يحياها مهما طالت فهي قصيرة، في حياة أطول المفروض أن يعد نفسه ليها.
إن شاء الله هو ده اللي هيعينه على الالتزام وعلى التمتع بالدنيا بما أحل الله، لا إسراف ولا تفريط يعني. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.